وجهتنا كانت غرب ولاية المندية، وبالضبط بلدية ومري. أين كان بانتظارنا عمي علي، أحد الجنود الذين شكلوا كابوسا لشارون وجيشه في حرب أكتوبر 73 900 وألف. في القوات الخاصة كما يقولوا هما السائقة، كانوا يسمونها السائقة. رحنا للتينالات هذوك تاع وهران. كاين واحد التينال فيه 12 كيلومتر أو يخرج في سيد الهواري، اللي هو كاملة بالماتريال تاعها بدوزانها قاعد داخل في هذاك التينال هذا. ومن بعد يرفدوا في الليل على حسب الطيارة ما ترفد. استقبلنا بمنزله، أين وجدنا الأعلام الفلسطينية والجزائرية معلقة بجدران غرفته، يتابع عن كثب كل تطورات الحرب في قطاع غزة، ودموعه تتسارع لهول ما يشاهده من بطش وجرائم للكيان الصهيوني. أنا شي خطرة تنطفيه تلفزيون ما نقدرش نحمل باه نغزر فيه، يضربوا فيهم بسلاح محرم دوالي، والعالم بعشريه قاعد يتفرج فيهم. والله الا الدمعة تبدا تري من العينين تاعه. على رغم سنه الذي قارب 80، إلا أنه لا يزال يتذكر جبن العدو الذي كان يخشى المواجهة ويكتفي بالقصف والاختباء وراء طيرانه وعتاده. خواف بالفعل. ما خلاناش نتلاقاو مع بعض من الرعب نتاعنا احنا. توخروا بلا ما نحاربوهم. منا احنا القناة هذه البحيرة والبحيرة المرة هذه وديفر السوار هذا كامل كانوا مستعمرين وإسرائيل. كانت باقية 30 كيلومتر ويدخلوا للقاهرة. وهو خواف دائما ينسحب. دائما يوخر اللور. ومن الجيش الجزائري ما يخاف من الجيش الجزائري. احنا لو كنا نهجموا عليهم ونجيبهم حيين، ما نجيبهمش موتى. كي نهجموا عليهم من القوة نتاع الإرادة تاع الحماس تاعنا نجيبوهم حيين. عندنا زوج معارك في الجسم تاع الواحد، الشرايين والوريد هكذا يسموهم. أنا مغروست لي هنا في القلب تاعي. شكون هذه فلسطين؟ فلسطين أنا عمي، هي مغروسة في القلب تاعي. لو كنت تحل الطريق نضحي بنفسي، رغم السن رغم من نروح نضحي بنفسي. الجزائر مع القضية الفلسطينية ظالمة كانت أو مظلومة، مقولة قالها الراحل بومدين، وما زالت كمبدأ وعقيدة ثابتة لا تتزعزع في قلب كل جزائري.